صباح او مساء الورد على حسب وصول الفيديو دي. النهارده هنتكلم عن الدب فوتيك. كان في مره جنود بولنديين في الحرب العالميه الثانيه لقوا دب كده في الشرق الاوسط، كان صغير، كان في ايران، كان يتيم لان ابوه وامه ماتوا في حملات الصيد. قرر الجنود دول ان هم ياخدوا الدب الصغير ده ويربوه معاهم، ياكلوه ويشربوه معاهم وهو قاعد في وسطهم. لما بدأ يكبر الدب ده هو قرروا ان هم يدربوه ويخلوه جندي معاهم، وبالفعل خلوه جندي معاهم ودربوه ان هو يشيل المعدات وان هو يساعد معاهم، يشيل حاجه يحط حاجه، وعملوا له مرتب شهري كمان، واتدرب ان هو يشتغل معاهم. وكان ساعة الأوقات الفراغ، أوقات الفرحة، كان بيشرب خمرة وبيدخن معاهم، وكان فعلا عايش كأنه جندي منهم، وكان بيحارب معاهم بكل قوة وبكل شراسة، لأن هو كان بيعتبرهم عيلته، لأن هو ما شافلوش دببة تانية، هو كان شايف دول اللي بيأكلوه بيشربوه عايش معاهم، فهو كان بيعتبرهم عيلته، كان فعلا بيحارب معاهم، بيخش معاهم القتال وبيحارب بكل شراسة وبيدافع عنهم. وبالفعل كان بيتكرم الدب ده في كل فترة، لأنه كان مقاتل شرس جدا. بس بعدها بعد سنين من الحرب مع الطليان اتقاعد الدب دوت، وبعد فتره صغيره مات، وفعلا عملوا له تمثال في هولندا للدب دوت تكريما ليه، وسموا الدب ده على اسمه فوتيك، ده معناه البطل المحارب. وبس كده يا سيدي. وفي اخر حلقه لو الفيديو عجبكم وانتوا عارفين هتعملوا ايه، ما تنسوش اللايك والشير والكومنت، ولو ما اشتركتوش في القناه انزلوا اشتركوا في القناه، تشوفوا الحلقات اللي فاتت، تستنوا الحلقات الجايه، بصوا بس على طول. وبس كده يا سيدي.